هو انت مستني ايه؟ الامتحان اتحط وميعاده ثابت ومش هيتغير، خلاص ثابت قدامك. نص عنصر الهزيمة هو المفاجأة. انت ما انتش متفاجئ، انت قادر تلم المنهج كله في شهر واحد بس، 30 يوم بس. الموضوع محتاج التزام من حديد وقرار من جوايا. انا مش ههزر، انا هستغل كل ساعة بما يرضي الله. هاكل في نفسي كده عشان اخلص الحاجة اللي ورايا. قدامي تايمر، انا مش هقوم مش هنام غير لما اخلص. مذاكرتي في اليوم لا تقل عن 12 ساعة، وانا بجتهد وبسعى وجايب اخر. انا في اخر الماراثون، يعني انا في اخر السباق. لو ما عصرتش على نفسي ليمونه وجبت اخر ما عندي اخدها سبرنت للاخر. الله كريم اذا اعطى ادهش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. انت مطالب بالسعي مش بالنتيجه. اعمل اللي عليك وسيب الباقي كله لربنا، وربنا رب قلوب وعارف انت جواك ايه، وعارف ان انت بتسعى قد ايه من البدايه خالص. والفتره دي بالذات مش عاوزين نندم على اي ساعه فيها من دلوقتي لحد بدايه الامتحانات. اللي انت بتكتب بيه ولا مذاكره بتشوفها بعينك وبتسمعها ببقك وبتسمعها بودانك، كل ده اللي انت هتخش بتتعامل فيه في الامتحان. تخش الامتحان لوحدك ومعاك ربنا، لا بوالدك ولا والدتك ولا دكتور عمر ولا اي مدرس. انت هتخش لوحدك، ولازم تعرف ان الامتحان مش هيتقدم ولا هيتاخر، هيفضل زي ما هو وما عندوش قلب. الموضوع كله معتمد عليك انت. بكره تضحك على الايام اللي انت دلوقتي حاسس انت مضغوط وزهقان وتضحك وانت في الكليه اللي نفسك فيها او الكليه اللي ربنا كاتب لك الخير فيها ان شاء الله. نشوف تصلي على النبي. ابعت الفيديو لكل زمايلك، مهم جدا جدا الفتره دي، جايز يكون سبارك او شعله تفرق لناس كتير ان شاء الله. دعواتكم لوالدي كتير برحمه ومغفره، وما تنسوش تصلوا على النبي. اليأس. طيب احنا بس بنخلط ما بين حاجتين يا جماعه، بنخلط ما بين الضغطه اللي احنا فيها، وبنخلط ما بين المشاعر اللي احنا بتصيبنا بالحزن الى اخره. انت في ضغطه في ضغطه يعني، بس انا مش عايزك بس المشاعر عندك تختلط لدرجه ان انت ما تعرفش تفرق ما بين المشاعر بعضها وبعض، فيحصل ايه؟ كراشنج كده، ما تعرفش تفرق ما بينهم. ودي ازمه مش هتخليك تعرف تعبر. في فرق من ان انت مضغوط، ودي حاجه طبيعيه. ليه؟ انت مضغوط وانا مضغوط، صح؟ فالشاهد في الموضوع، هل دي ضغطه؟ عادي، انا وانت مضغوطين. دي ضغطه ضغط. هل الواحد قاعد بقى وفرحان وبالنسبه له، هو لا شك ان احنا ممكن القلب ممكن، او انا بالنسبه لي ببقى فرحان وانا بادي شغلي، بس دي يعني حاجه ممكن انت تكتسبها مع الوقت. بس المذاكره مش شغل، فغالبا ما فيش حد بيبقى فرحان وهو بيذاكر. لكن ده اسمها ضغطه. ما ينفعش اقول يا جماعه انا يائس، انا مضطرب، انا متشائم من الحياه. انا مضغوط مش يائس. في فرق من الاثنين. يأس دي يعني انا مش ضامن المستقبل، صح كده؟ فانا مش عايزك تضمنه اصلا. ليه؟ لان المستقبل مش مضمون. انا بكلم بجد والله، مش عايزك تضمنه. اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. انا طلبت منك ايه؟ طلبت من حضرتك ان انت تضغط جسديا، دوس على نفسك على قد ما تقدر. خلصت ولا تفكر فيها حاجه. خلاص، رجاء افصل ما بين مشاعرك، وما تدخلش المشاعر تضربها في خلاط، وان انت مش قادر تفرق بين انت مضطرب ولا انا مضغوط ولا انا متشائم ولا انا حزين. الجو الضغط اللي انت عايش فيها ده جو منطقي، بس عشان نبقى منطقيين، هو جو الضغط بالضغط اللي انت عايش فيه هو حلو. والله العظيم هو في النهايه جو حلو. انا عارف ان انت تقول لي انا مش عايزه يا عم، وخلي حلاوتها لنفسك انت مع نفسك انت والدحيحه دول انتوا مع نفسكم، انا عايز اخلص. حلو، ماشي هتخلص. شئنا ما بينها هتخلص. الايام هتمر عليك وهتمر عليا وهتمر على اصحابك وهتمر على اللي بيذاكر وهتمر مع ما بيذاكرش. كده هتخلص وهتعدي. بس المهم ان انا لما الايام تعدي ابقى انا بيني وبين نفسي ما بعاتبش نفسي وعمال اقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ريتني ما كنت. اللي بيهون الرحله دايما ايه اللي بيهون الرحله؟ هي رحله اوشكت على النهايه، شئت ام ابيت. مش انا وانت بس، انا وانت وكل مدرسينك، يعني كل الناس اللي بتربطك بيه علاقه دي. طبعا هذه العلاقه انا بتكلم على علاقه طالب، لكن احنا بعد كده هنظل اخوانك ونحبك، وانت تفضل متصل بينا، ده شيء طيب احنا نحبه منك. فاللي انا عايزه يا جماعه ان الفتره اللي احنا مقضينها دي مع بعض، لا ناخد بايدين بعض، نشد من ازر بعض. زي ما قلت لك دايما، لا تصاحب الا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ان انا وانت نبقى بناخد بايدين بعض عشان نوصل، مش بنزق بعض عشان نقع. انت بتزقني عشان اقع وتقول عليا وحش، وانا ازقك عشان تقع واقول عليك وحش. مش ده دأبنا مع بعض. بس يا صاحبي خلي بالك، اصعب حاجه في الدنيا الهم. الرسول عليه السلام كان دايما بيتعوذ من هم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم يقتل الواحد. سيدنا علي بن ابي طالب لما سأله عن اعظم حاجه، فالناس بتقول له اعظم حاجه في الدنيا الجبال، قال لهم لا، الى ان قال والهم يصيب الدعاء. فالمؤمن لما يجيله هم يلجأ لربنا. التفاؤل اعظم حاجه. ربنا خلقنا كل واحد حلو زي ما هو كده، ما يقلدش حد وما يشتغلش عشان يغيظ حد ولا عشان يجيب اكتر من حد. هو يشتغل على نفسه. مش هي الكلمة دي هي اللي ترند دلوقتي؟ اشتغل على نفسي. هشتغل على نفسي مش عشان اقارن نفسي بالناس، لا، انا عشان احسن من ادائي. فلو ده حصل فعلا، ان انا خرجت الناس من دماغي وبقيت شغال فعلا على نفسي، عمال اقلل في عيوبي وعمال اجتهد وعمال اشتغل، صدقوني هتتطوروا بسرعة في الكام يوم اللي جايين دول.
انما لما الواحد يبقى دايما في دماغه سين او صاد من الناس، بيسرح فيهم في المذاكره وشيطانه بيضيع له وقت وطاقه نفسيه، يلاقي طاقه سلبيه جات له لما افتكر ان فلان ده جاب درجه اكتر منه، ولما مش عارف عمل ايه احسن منه، فبيلاقي نفسه جسمه اتكسر وهربان بالنوم، او يروح ياكل محشي، او يعمل اي حاجه، او يوم يقعد في الحمام ساعتين، اللي هو الهروب الفكري. عاوز اهرب من الفكر اللي انا فيه. قوم ما تسيبش مكانك، قوم ما تسلمش الرايه بدري بدري، لسه بدري، لسه بدري، صدقني لسه قدامك نجاحات، لسه قدامك ايام حلوه مستنياك، لسه لسه لسه. قوم حارب على مكانك، قوم عشان قومتك بتفرح ناس كتيره وبتزعل ناس كتير، قوم عشان في عيون لازم تفرحها لان انت بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، وقوم عشان في ناس لازم تزعلها لان هم مراهنين على فشلك. قوم عشان انت مش عارف قيمه نفسك، مش عارف قيمه الطاقه اللي جواك، ومش عارف قيمه امكانياتك. فتاني بقى شعارك الفتره اللي جايه نفسيتك اهم من مذاكرتك. طب ما تسلم امورك كده ربنا خير، ربنا يمشي لك حياتك، سيبها انت بس بتعمل اللي عليك وخلاص. ايه هو اللي عليك؟ انك تذاكر اللي عليك. انا دلوقتي مطالب ان النهارده اقعد اذاكر. خلص دروسك النهارده، اقعد حل واجبات دروسك، اقعد ذاكر، ومالكش دعوه الدنيا رايحه فين، مالكش دعوه ايه اللي هيحصل، مالكش دعوه هلم الماده ولا لا، مالكش دعوه الماده كبرت ولا لا، مالكش دعوه الامتحان هيجي سهل ولا صعب، مالكش دعوه باي حاجه. انت مجرد بس مقتصر بان اللي عليك بتذاكر. مش انت ذاكرت بس خلاص، هتلاقي نفسك بتوصل لمرحله انك في الامتحان، في ليله الامتحان في قدامك ده فصلين مثلا، هتذاكر الفصل ده وتسيب الفصل ده، تروح تلاقي الحته اللي ذاكرتها هي اللي جه عليها سؤال. تلاقي نفسك وانت داخل الامتحان بتقرا معلومه، بس اللي هو انت داخل بتقرا معلومه كده، تخش تلاقي ده اول سؤال في الامتحان، تلاقي نفسك مش عارف السؤال وهتنقلها في البابل شيت تهبدها اي حاجه وتطلع ده الاختيار الصح، عشان بس انت مسلم امورك لربنا. ولازم تفهم ان 1 زائد 1 مش شرط يساوي 2. 1 زائد 1 يساوي 2 ده في الرياضه، انما في التعامل مع ربنا ممكن 1 زائد 1 يساوي 1000 عادي جدا. ايه ده؟ ممكن ربنا والله العظيم يخليك 1 زائد 1 يساوي 1000. ربنا لو مقدر ان انت تخش طب وانت منيح على الله حكايتك، هيسر لك الدنيا انك تخش طب. تاني، ربنا لو مقدر انك تخش طب هيسهل لك الطريق ده. اوعى تنسى ان احنا كلنا في الدنيا هنا ماشيين بنمتحن. انت ماشي هنا ده امتحانك يا حبيبي. يلا ربنا مقدر للشخص سين انه يبقى امتحانه كدكتور في الدنيا، هيسر له كل سبل ان هو يخش طب عشان يتخرج منها ويعيش امتحانه كدكتور. وربنا مقدر للشخص صاد انه يمتحن في الدنيا هنا كمحامي. حضرتك انت كنت الاول على الجمهوريه، تمام، اللي هو انت مذاكر مذاكره مفيش زيها، هتلاقي نفسك قبل اخر امتحان تعبت عشان خاطر تنقص كام درجه توديك كليه حقوق عشان خاطر تمشي حياتك هنا كمحامي. انت جاي الدنيا هنا تمتحن كده، فهي مش بمزاجك وعمرها ما كانت باختيارك. ربنا دايما بيقدر لك انت هتمشي ازاي. فبكل بساطه انت واثق في اختيار ربنا ليك. هعمل ايه؟ خلي ربنا يمشي لك حياتك، فلا تشغل بالك ولا تتعب نفسك وما تتعبش نفسيتك. بس انت تكون بتعمل ايه؟ بتعمل اللي عليك، عشان لما تيجي تصلي وتسجد وتدعي ربنا تبقى انت عملت حاجه، يبقى ليك وش انك تعرف تدعي. بس مش عايزين اكتر من كده. وصلت؟ فتاني بقى شعارك الفتره اللي جايه نفسيتك اهم من مذاكرتك. ففكك الله يكرمك من اي توتر ممكن يقلقك. انت فقط محتاج ايه؟ تعمل اللي عليك بس. اتفقنا؟